وقبل ما ابدا الليتر بوكس اكاونت بتاعي دايما بحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت اي فيديو انا بعمله، او هتلاقوا اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن بتاع الشانل نفسها، عشان كذا حد بيسأل، مش كذا حد عشان مش عايزه اكبر الحوار يعني، بس عشان في ناس ساعات بتتساءل وساعات بتبعت لي برايفت عايزين الاكونت، هو محطوط اوريدي تحت في الديسكريبشن وفي الديسكريبشن بتاع الشانل. امين، يلا نبدا. المهم يعني انا من كام يوم عدت فيلم F1 للمره الثالثه. اول مرتين شفت الفيلم ده كان في السينما، شفته مرتين في السينما، والاكسبيرينس بتاعته في السينما كانت خطيره جدا يعني. وانا بسبب الفيلم ده اللي متابع الريفيوز بتاعتي نوعا ما على Letterboxd عرف ان انا بقيت فورمولا 1 فان بعد الفيلم ده. من ساعه حلقه الدحيح بتاعه الفورمولا 1 كانت من 3-4 سنين تقريبا، انا عرفت الفورمولا 1 من الحلقه دي. انا فاكره اول لما نزلت انا حملتها واحنا كنا تاني يوم بعديها هنسافر رايحين الساحل، فانا اتفرجت على الحلقه دي بعد ما سافرنا، وبسببها عرفت جزء كبير وخدت فكره عن الفورمولا 1. هي الحلقه مش عن الفورمولا 1 بس، اسمعني للنهايه. في وقتها ما كانش في الزون اللي حواليا حد بيتابع الفورمولا 1، فخدت فكره عنها وقلت تمام. بعديها بمده شفت بودكاست لجاي شيري بالصدفه على اليوتيوب، كان عامله مع لويس هامilton، وانا معرفش مين لويس هامilton ده، بس مش عارفه ليه من اسمه حسيت ان هو لعيب كوره. بس كان التايتل بتاع الحلقه كان تقريبا The Society Lies to You، حاجه زي كده. المهم يعني العنوان بتاع الحلقه شدني فاتفرجت عليها، وفي الانترودكشن كان هو جاي بيقول مين لويس هامilton واخد 7 championship، وانا مش عارفه ايه هي الشامبيونشيب، بس هو من كلامه باين انها حاجه جامده يعني. بعد ما شفت الحلقه حسيت اللي هو مين القدوه ده. كلامه كان راقي جدا وحد educated وحد تحبه، حتى لو انت مش عارف ايه الفورمولا 1 هتحبه من غير ما تعرف ده مين ولا بيعمل ايه في حياته. انا حبيته من غير ما اعرفه، انا ما عرفتوش، انا حبيته من الشاشه، ان ابن البلد بيبان، ابن البلد بيبان، انا بنت بلد وعارفه. فكان عجبني قوي لدرجه ان انا البودكاست ده شفته مرتين. المهم يعني بعد اللقطه دي حسيت ان انا عايزه ابص على الفورمولا 1 او ان انا اتابعها شويه، اشوف دي بتقول ايه دي. في نفس الوقت تقريبا اللي حواليا وقتها كلهم او مش كلهم 3/4 بقوا يتابعوا الفورمولا 1، والناس تنزل ستوريز ومش عارفه مين على مين وايه وبتاع ايه. فوانس ان انا لقطت ان في حواليها ناس كترت، وهي اوريدي يعني رياضه مشهوره بس اشتهرت حواليا بزياده، فالموضوع ده ضايقني، فما تابعتهاش ونفضت لها تماما لحد ما جه الفيلم وحصل اللي حصل يعني. المهم يعني اللي انا عايزه اتكلم فيه ايه، ان انا لاحظت حاجه. انا عن نفسي بتضايق او كنت بتضايق لما الارتست اللي انا بحبه او الحاجه اللي انا بحبها بتشتهر، بالذات مع اللي حواليا. يعني لو انا بحب مغني معين انا بس اللي بسمع له، بالذات لو هو مش مشهور قوي لسه، وانس ان انا اشم ان هو بدأ يشتهر اكتر او في ناس بقت تسمعه اكتر، في حته جوايا كده بتتضايق. وانا كنت فاكره ان انا الوحيده اللي كده. اتضح لي ان لا، ده ناس كتير كده، لان كنت بشوف ساعات ناس بتعمل فيديوهات عن الموضوع ده او بتكتب حاجات معينه تبين ان هي قد ايه مستاءه ومتضايقه ان الارتست بتاعهم المفضل بقى مشهور بزياده، ويفضلوا بقى يتصارعوا ويتعاركوا ان لا انا اللي اعرفه قبلك، لا ده انا اعرفه الايام ما كان لسه في ثانويه، لا ده انا اللي اعرفه من لما كان لسه في الحضانه وكده. بقى لما ركزت في الموضوع كده شويه وعملت ريسيرش على الهامش، اكتشفت ان احنا كبشر بنحب الامتلاك، وده مش معناه ان انت تمتلك الارتست اللي انت بتحبه، تمتلكه بمعنى تمتلكه، بس تحس ان انت وهو ما بينكوا بوند او علاقه كده محدش هيفهمها غيرك انت وهو يعني في خيالك، لان هو ما يعرفش ان انت عايش. احنا برضو ساعات بنسعى لحته الاختلاف، ان انا بسمع ارتست مختلف او ان انا بسمع ارتست مش معروف ومش مشهور، فده محسسني ان انا مختلف، ان انا وهو
ما بيننا حاجه زي ما قلت لك محدش هيفهمها غيرنا. فعشان كده لما بتحس بان انت متضايق ان الحاجه اللي انت بتحبها دي اتعرفت، انت مش بتكون اتضايقت من شهرتها، انت تكون اتضايقت من ان العلاقه اللي ما بينكوا خلاص. يعني انت النجاح اللي هو وصله، الصخب اللي عمله فجاه مثلا في الزوم بتاعتك على الاقل، ده حسسك بان انتوا خلاص ما بقيتوش مميزين مع بعض، او انت نفسك ما بقيتش مميز. الموضوع ده معايا زمان كان على كبير قوي 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 قوي، يعني لا كنت بتضايق بجد. يعني مثلا لو انا حبيت فرقه معينه، يعني في مثلا فاكره في فرقه انا كنت بحبها قوي ستيل والله، بسمع لها اغاني من وقت لاخر كده، كنت بحبها وقت ثانويه، وقت اولى تانية ثانوي، كان اسمها ناو يونايتد. انا كنت بحبهم قوي، فعرفتهم على اصحابي اللي في المدرسه، كنت انا الوحيده اللي اعرفهم يعني في المدرسه يعني او مع اصحابي، فعرفتهم عليهم وبتاع وحبوهم وبقى يتابعوهم ومش عارفه ايه وكده. كان فيها جزء مبسوط ان انا عرفتهم بمين هم ناو يونايتد، او عرفتهم بالفرقه دي، وفي نفس الوقت متضايقه ان هم اتعرفوا. وفي ولد انا مش فاكره اسمه، بس كان اكتر واحد بحبه يعني في الباند كلها، كان هو المين دانسر تقريبا، كانت صاحبتي برضو يعني بتحبه، فانا اتضايقت قلت لها لا اختاري حد تاني ما تختاريهوش هو. وكنت متضايقه يعني، لو مش بقول لها كده بهزار او عادي مش فارق لي، لا انا فارق لي، لا مش هو يعني، ده انا مختاراه من قبلك. بصراحه لما بفتكر الموضوع ده بحس اللي هو يعني ليه انا كنت بعمل كده ليه وليه وازاي. وخد بقى الموضوع ده يعني على حاجات كتير قوي، يعني طبقه على حاجات كتير قوي في حياتي، مش بس المغنيين اللي انا بحبهم، لا ده كل حاجه انا بحبها تقريبا. طبعا دلوقتي الموضوع اختلف، وانا اللي خليته يعني ضغطت على نفسي، او اللي هو فكرت شويه بمنطقيه اللي هو ما ينفعش نفضل نفكر كده، لان احنا كده مش هنعرف نعيش ومش هنعرف نحب حاجه، لان اي حاجه احنا بنحبها في 100 مليون بني ادم حوالين العالم بيحبها، لان انت مش مميز او مختلف بالشكل اللي انت فاكره، لان فعلا احنا في مننا كتير قوي. مش هنكر بصراحه ان في جزء صغنطوط مازال بيبقى حاسس بالغيره شويه او متضايق، بس الجانب الغالب في الدماغ هو الجانب المنطقي اللي هو ده الطبيعي، يعني احنا طبيعي نقابل ناس بتحب نفس الناس اللي احنا بنحبهم. انا فاكره مره كان حد اعرفه بعت لي كده سكرين شوتس من كومنتس كانت على التيك توك، كان حد يعني في الكومنتات اتكلم عني او كده، مش في فيديو، في الكومنتس نفسها. فمش عارفه قال او قال لا كانت بنت كانت قالت انا ايوه انا بحبها بس خايفه تشتهر، او خايفه تشتهر حاجه زي كده عليا يعني. فتقريبا دعوتها استجابت، او هي دعت ما اعرفش لان هو من ساعتها ومفيش حاجه. فالاحساس ده طبيعي، انت مش شخص شرير او انت مش عايز اللي بتحبه ينجح، بالعكس عشان انت حبك صادق ليه وفعلا بتحبه وفعلا شايف ان في ما بينكم بوند، سواء بقى هو مغني، ممثل، لعيب كوره، اي حاجه، هو ايا يكن الاحاسيس الايجابيه اللي هو خلاك تحسها، حط في اعتبارك ان هو برضو ناس كتير حاسس بنفس الاحساس ده ف يعني كمان حبيته بنفس الطريقه اللي انت حبيته بيها. فاعترافك بالاحساس ده وان هو موجود عندك وان انت عارف تتعامل معاه، واللي هو بتحاول تتجنبه وتحاول تتبسط، اللي هو كويس ان هو تعرف اكتر، وكويس ان الناس دي حبيته. ما تفضلش بقى تحسب حسبات اللي هي طب انتوا عارفين ده عمل ايه قبل كده، وعارفين مقاس جزمته، طب عارفين هو عنده كام اخ وكام اخت، بيبقى بيسالوا اسئله. يا باشا انا بحبه مجرد انا بحبه، ايا يكن بقى، انا مش لازم اعرف مقاس شراباته علشان اعرف احبه. فبس كده، دي الحاجات اللي كنت عايزه اشاركها مع ال60 بني ادم اللي اتفرجوا عليها بشكل دوري، لان مؤخرا الموضوع ده بقيت بتعامل معاه بشكل هو شبه مش موجود، حتى لو في جزء صغير لسه بيحس ان هو كده شويه، بس دي البواقي، مع الوقت خلاص كل الاحاسيس دي هتروح. ف اتبسط، بالعكس شجع الناس انها تحب الناس اللي انت بتحبهم، وعرفهم عليهم. بالنسبه للفورمولا 1 محدش يجي يسالني ايه DRS، محدش يقولي مين اول واحد واخد الشامبيونشيب، انا اصلا لسه مش حافظه اسامي درايفرز كلهم. انا بشجع مرسيدس. والله انا كنت بدايه السنه اللي فاتت كنت
يعني هو انا مقرره هي دي الفرقه اللي انا اشجعها، ولويس هامilton كان لسه فيها. سبحان الله اول لما حبيت ان انا اشجع يعني لويس خرج، فمش عارفه ده ايه. المهم يعني انا كده كده لسه بشجع لويس هامilton. النهارده شفت الكواليفاينج الحمد لله. بكره الريس. بس انا غالبا هنزل الفيديو ده في نفس يوم الريس يعني، فربنا يستر. بس الحمد لله مرسيدس عامله شغل عالي، جورج راسل وكيمي انتونيلي ولويس هامilton كان خد المركز الثاني في الكواليفاينج. فهم الثلاثه لما كانوا واقفين مع بعض حسيت ايوه هم دول اللي انا بحبهم، او انا داخله الفورمولا 1 عشان الثلاثه وحلاوه الثلاثه دول. الحقيقه في مشكله ان انا مش فاكره الفيلم ده انا رجحته قبل كده ولا لا، وده عيبه، ده عيب الحوار اللي انا بعمله ده، ان انا خايفه فعلا مع مرور الوقت ارجح فيلم انا رجحته قبل كده. فترجيحنا النهارده لفيلم السهره هو فيلم F1، فيلم فورمولا 1. F1 ده موفي ايا يكن انت هتقول ايه. الفيلم ده يعني انا بحبه قوي مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس انا فعلا الفيلم ده بحبه. انا المره الثالثه اللي انا شفته فيها اخر مره دي انا لفيت حوالين نفسي علشان اعرف اشغله. هو القصه بتاعته لو انت ما شفتوش مش قصه كجوهر يعني، مش مختلفه يعني خالص خالص. بس هو معايا انا شخصيا بيحفزني بشكل او باخر، لازم بيحرك فيها حاجه، بحب اتفرج عليه جدا. والسكور بتاع الفيلم ده يعني انا هو هانز زيمر، فيعني حتى لو هو طلع قال اسمه وخلع انا هتبسط، بس هو فعلا عامله بطريقه حلوه قوي 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 قوي. بالذات في سين كده في الفيلم انا بحس ان انا عايزه اعيد الفيلم كله علشان السين ده. بيبقوا كلهم قاعدين كده ومره واحده الميوزك بتبدا تشتغل في الخلفيه ودون توليفر بدا يغني I don't wanna lose my mind I don't wanna lose myself. في اللقطه دي انا بحس ان انا هاتلي عربيه اسوقها. فعشان ايه لو حد زي somehow في الحته دي ممكن الفيلم فعلا يفرق معاك زي ما هو فرق معايا في حته التحفيز، وان هو فعلا حلو. فبس كده دي الافكار اللي انا كنت عايز اشاركها لحد دلوقتي. مفيش حاجه زياده بصراحه، وانس انها في حاجه زياده لقيتها او حبيت ان انا ازود كلام عن اللي اتقال هاجي اقولك على طول. وشوف البودكاست بتاع لويس هامilton، حتى لو انت مش بتحب الفورمولا 1 ولا هتشوف الفيلم، بس شوف البودكاست ده فعلا حلو، وفعلا فيه كلام اتقال فيه حلو جدا لدرجه ان انا بفكر كمان اعيده للمره الثالثه. فاشوفك الحلقه الجايه، باي باي.